مش معقول، لولي وحشتيني قوي قوي. وحضرتك كمان وحشتيني قوي قوي يا تيتا كوكو. تعالي دلوقتي أوريكي أوضتك علشان تغيري هدومك وبعدين نحضر الغدا مع بعض. ودي بقى أوضتك يا لولي. دي تحفة، تجنن يا تيتا. أيوة حاضر. لولي يا لولي، يلا علشان نعمل الغدا مع بعض وتحكي لي كل حاجة من ساعة ما سافرتي لحد دلوقتي. حنطبخ إيه النهاردة بقى يا تيتا؟ حنطبخ أكلة مصرية، أنا بيتهيألي إنك عمرك ما دقتيها. انتي خدي التوم ده قشريه وأنا هخرط الملوخية. حاضر يا تيتا. هو إيه أصل كلمة الملوخية؟ وليه هي أكلة مصرية؟ عارفة إن الأكلة دي زمان أيام الفراعنة كانت بتطلع شيطاني في الأرض والمصريين ما كانوش بيأكلوها؟ بجد؟ وليه ما كانوش بياكلوها؟ لأنهم كانوا فاكرينها نبات سام، لحد ما جه الهكسوس واحتلوا مصر وحبوا يذلوا المصريين، فكانوا بيجبروهم ياكلوها ويقولوا لهم ملوخية، يعني كلوخية، وكلمة خية زمان كان معناها سم. يا خبر، يعني كانوا فاكرين إنهم بيسموهم، وبعدين حصل إيه؟ المصريين أكلوها ولقوا طعمها يجنن، وكمان لقوا إنها بتقويهم وبتحميهم من الأمراض، ومن هنا بدأت الحكاية. طيب وليه بيقولوا عليها أكلة الملوك يا تيتا؟ دي بقى الحكاية التانية. في العصر الفاطمي الخليفة المعز لدين الله جاله مغص شديد في بطنه، والأطباء وصفوا له الملوخية كعلاج. لما أكلها وخف وبقى زي الفل حبها جدا لدرجة إنه منع الشعب ياكلها وخلاها مقصورة على القصر الملكي بس، ومن هنا بقى اسمها ملوكية، ومع الوقت الدلع بتاعنا خلاها ملوخية. يعني إحنا النهاردة بناكل أكلة كانت ممنوعة على الشعب وعلاج للملوك؟ ده أنا هاكل الحلة كلها. طبعا يا حبيبتي، بس استني أحكي لك على سر الشهقة. لما الطباخ خاف فشهق. شهق من الخضة؟ طيب وإيه اللي جاب الخضة للأكل؟ ما هو لما شهق النفس بتاعه دخل في الملوخية وطلعت طعمها يجنن يومها، والملك سأله عملت إيه يا طباخ؟ قال له دي سر الشقة يا مولاي. ومن يومها والستات المصريات بقوا يشهقوا عشان الملوخية تطلع مسكرة. طيب ممكن نعمل الملوخية على إيه غير اللحم؟ في مصر ممكن نعملها بشوربة اللحم أو الفراخ أو الحمام أو الجمبري، وافتكري دايماً إن النفس الحلو هو اللي بيخلي الأكل طعمه سكر. إيه ده؟ مين اللي بيخبط دلوقتي؟ حاضر أنا جاية.